أسعد الله مساءكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضاء الإثيوبي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء ستيل، معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. وفد إثيوبيا رفيع المستوى يزور المملكة العربية السعودية. الميدالية الفضية لمنتخبنا الوطني في بطولة سيكافا. حاكم إقليم القاشبركة يدعو للدفع ببرامج التنمية الأهلية. 14 قتيلا في هجوم لبوكو حرام في تشاد. المنتدى العالمي للاجئين يختتم أعماله بتعهدات كبيرة. الحرائق تجبر استراليا على إعلان الطوارئ. أهلا بكم من التفاصيل. التقى وفد إثيوبيا رفيع المستوى المكون من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يمان قبراب، التقى بوزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان. وعرب اللقاء الذي جرى في الرياض اليوم 19 من ديسمبر عن الارتياح لعلاقات الشراكة الاستراتيجية المتطورة بين البلدين وبحثات التعاون والتنسيق الثنائي في برامج التنمية عامة ومجالات التجارة والاستثمار خاصة. كما اتفق الجانبان لتقوية جهود العمل ضد المخاطر الإقليمية المشتركة وتطرقا إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقبل وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان الدعوة المقدمة له لزيارة إريتريا. وحضر اللقاء من الجانب الإريتري القائم بأعمال السفارة الإريترية بالمملكة العربية السعودية السيدة وين جريزجيهر، ومن الجانب السعودي لفيف من المسؤولين. وكان الوفد الإريتري على المستوى قد أجرى مباحثات مماثلة مع وزير الدولة في وزارة خارجية المملكة العربية السعودية السيد عادل الجبير. احتل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم المشارك في بطولة دول شرق ووسط أفريقيا كأس سيكافا للتحدي 2019 احتل المركز الثاني متوجا بالميدالية الفضية. وقد تغلب المنتخب الأوغندي المستضيف على المنتخب الإريتري في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم 19 من ديسمبر الجاري ب3 أهداف نظيفة. وفاز المنتخب الإريتري في دور المجموعات على نظيره البوروندي بهدف لا شيء، فيما فاز على جيبوتي ب3 أهداف نظيفة وتعادل مع المنتخب الصومالي دون أهداف. وفي نصف النهائي تغلب على نظيره الكيني بطل النسخة الماضية ب4 أهداف لهدف. وقد وصل منتخبنا إلى هذا المستوى للمرة الأولى في غضون 25 عاما. في غضون ذلك عاد المنتخب الوطني لكرة القدم للناشئات المشارك في بطولة مماثلة إلى البلاد. وقلد مفوض الثقافة والرياضة السفير زمادة أخلاء أثناء استقباله للبعثة في مطار أسمر الدولي أكاليل الزهور لأعضاء البعثة. وأظهر الإثيوبيون في أوغندا حضورا ومساندة قوية للمنتخب الوطني، مما أثار إعجاب منظمي بطولة سيكافا والمشجعين. من جهة ثانية عقد اتحاد سيكافا في 18 من ديسمبر الحالي في العاصمة كمبالا اجتماعا واختار لجنة إدارية جديدة ل4 أعوام مقبلة، وتم انتخاب رئيس جديد و2 من مساعديه. وقد قرر اختيار رئيس اتحاد كرة القدم الإريتري السيد إسياس أبراهام عضوا للجنة التنفيذية، فيما تم انتخاب رئيس اتحاد كرة القدم التنزاني السيد كاريا والاس رئيسا لسيكافا. كما انتخب المساعد الأول لرئيس سيكافا من جنوب السودان والمساعد الثاني من إثيوبيا. أشاد حاكم إقليم القاشبركة السيد أبرهة قرزة لدى تفقده برامج التنمية الحكومية والمجتمعية في مديرية لوقو عنسبة، أشاد بمبادرات الشعب بتوظيف أمواله وطاقاته داعيا للدفع بها قدما. وتفقد السيد أبرهة السد المشيد بتعاون السكان ووزارة الزراعة في دق شحي، والسد الذي يشيد في مالزناي، والسد عد حنس الذي قرب على الاكتمال، ومشروع مياه ليبيان وبئر جراناخدو. وتفقد أيضا سير العمل لإنشاء طريق حبل جعيتات الذي تنفذه شركة سفيكو الصينية ضمن طريق عد وعداد أوردت، وبحث مع الجهات المختصة لسبل مشكلة سد ديدا. وأوضح مدير مديرية لوقو عنسبة السيد أبراهام حقوس لوكالة الأنباء عن تنفيذ الكثير من الأعمال لحماية التربة وحفظ المياه وضمان مياه الشرب في ضواحي دق شحاي وملزناي ودق حنس وقراناخدو وليبان هذا العام.
وستنفذ أعمال مماثلة العام المقبل في مقركة وعد نأمن وتلالة وعد ورحسب ودق داشم ودرسناي. قدمت دعوة للحد من ظاهرة قطع الأشجار دون تصريح والعمل المنسق لتنمية الثروة القابية في الإقليم الأوسط. وقدم المدير العام لقسم الزراعة والأراضي السيد هايلي ميكيل إيوب في تصريح أدلى به على هامش الاجتماع الذي عقد في 17 و18 من ديسمبر الحالي في العاصمة أثمر هذه الدعوة لتقييم أنشطة الزراعة وتنمية الغابات والحياة البرية. وقال السيد هايلي ميكيل أن هذا العام شهد هطول أمطار غزيرة حيث ازدادت النسبة ب 112.4 مليلتر. وقدمت فروع الثروة الغابية وتنمية البذور وحفظ المياه وحماية التربة وتنمية الري وخدمات الرقابة الإقليمية إضافة إلى سلطة الغابات والحياة البرية التقارير المصحوبة بالأرقام. وتم هذا العام زراعة 24838 هكتارا من أصل 25323 هكتارا. وناشد وزير الزراعة السيد رفاين برهل المتابعة والمراقبة الجادة لعملية تنفيذ برامج الوزارة والإقليم إلى أدنى المستويات. وأوضح حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان الأولياء للعمل الجاد للحفاظ على المياه وحماية التربة نظرا لأهميتها الكبيرة. في الوقت الذي تشارك فيه إريتريا في الاجتماع 14 لمؤسسات التربية والعلوم والثقافة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، نظم الإريتريون في فرانكفورت الألمانية وميلانو الإيطالية وستوكهولم السويدية أنشطة دبلوماسية. للمزيد مع هذا التقرير. وقد شاركت إريتريا في الاجتماع السنوي 14 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي في الفترة الممتدة من 9 إلى 14 من ديسمبر في بوغوتا بكولومبيا. واستعرض أعضاء اللجنة آخر التطورات التي طرأت على تنفيذ الاتفاقية. ودرست اللجنة التوجيهات الخاصة بأفضل الطرق لصون التراث الحي في حالات الطوارئ والتفكير في الوسائل التي من شأنها تحسين مشاركة المنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية. وقدم وفد إريتريا من مفوضية الثقافة والريادة توضيحا فيما يتعلق بثروة إريتريا من التراث الثقافي غير المادي وتعزيز صون الممارسات الثقافية أو أشكال التعبير الثقافي الحية الموروثة مثل أشكال التعبير الشفهي وفنون وتقاليد أداء العروض والممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون والمهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية. وتحتوي قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل على عناصر التراث الحي المهددة بالزوال، وتفتح المجال أمام الدول الأطراف في الاتفاقية لتسخير التعاون والمساعدة الدوليين من أجل دعم نقل هذه الممارسات الثقافية بالاتفاق مع المجتمعات المحلية المعنية. في غضون ذلك عقد شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إيطاليا والبالغ عددهم حوالي 60 عضوا منتداهم الرابع للتأطير في 14 من ديسمبر. وقدم في المنتدى تقريرا مفصلا بخصوص الأنشطة المسيرة خلال العامين الماضيين، واختيرت لجنة جديدة تتكون من 5 أعضاء. وأفادت التقارير الواردة بأن الإريتريين القادمين من مختلف المدن الإيطالية شاركوا في 15 من ديسمبر الجاري في الذكرى 12 لرحلة بودهو في أوروبا التي احتفي بها في ميلانو الإيطالية. وفي ألمانيا احتفل شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بمدينة فرانكفورت بالسنة 12 لزيارة التحدي. وقال مسؤول شباب الجبهة الشعبية في ألمانيا السيد هبتوم أرأيا في المناسبة إن الثقافة والقيم لعبت دورا كبيرا لتحقيق الاستقلال والدفاع عن السيادة وتخطي وهزيمة كافة أنواع التحديات. ويتوجب على جميع الشباب الإريتري رفع الوعي لمواصلة المسيرة في العهد الجديد بالحفاظ على الهوية الوطنية والقيم والتاريخ والثقافة. أحيت المناسبتين الفرقة الفنية التي ذهبت من إريتريا. من ناحية ثانية جدد الإريتريون المقيمون في السويد في البرنامج الذي نظموه في مدينة ستوكهولم بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين العهد لمساعدة المعاقين في البلاد.
وأوضح رئيس جمعية المعاقين فرع السويد السيد سيف السهية في الكلمة التي ألقاها إن 3 ديسمبر يذكرنا لتجديد العهد واتخاذ المسؤولية لإعالة المعاقين. وقدم القرارات والتوصيات التي أصدرها المؤتمر الرابع لجمعية معاقي الحرب الذي عقد يومي 25 و26 من أكتوبر في أسمرة. من جانبه قدم القائم بأعمال السفارة الإريترية في الدول الإسكندنافية السيد يوناس منا كلمة عن اليوم العالمي للمعاقين، وأكد أهمية مساعدة المعاقين داعيا فروع الجمعية في الخارج لتعزيز مساهمتهم. ووجهت في المناسبة دعوة من المرأة لتقديم الدعم للمرأة المعاقة. وتم في المناسبة بيع أشغال يدوية أعدتها السيدة هيلين يشوى المقيمة في النرويج يقدم ريعها لتطوير مشاريع المعاقين. تقوم شركة سكن للإنشاءات بالتعاون مع السكان ومركز تدريب الخدمة الوطنية بصيانة طريق كيرو إيغاية فورتسوا الذي جرفته السيول، ويشمل العمل الجاري لشهرين بدعم الآليات، إصلاح مساقط المياه وشق المواقع التي جرفتها السيول وتمهيد الطريق. وأوضح مدير مديرية فورتسوا أن السيول تعيق حركة السيارات وتواجه المخاطر في موسم الأمطار لكثرة الخيران والهويات على الطريق، معربا عن ثقته لحل الصيانة للمشكلة. وأشاد بمساهمة مركز تدريب الخدمة الوطنية لإنجاح المهام، وتوجد في مديرية فورتسوا أكثر من 40 موقعا تنمويا قيد الإنشاء. قدم عمال المؤسسات الحكومية في مديرية قندع مبلغ 102 ألف نقفة لإعالة 17 أسرة شهيد، وقدم لكل أسرة مبلغ 6000 نقفة في السنة بمعدل 500 نقفة في الشهر. وقال مدير مديرية قندع السيد عمر يحيى في المناسبة أن السلام والاستقرار الذي ننعم به هبة شهدائنا، وأن تنفيذ أمانتهم واجب وطني، مشيدا بمبادرة العمال. وشكرت الأسرة الدعم المقدم من الشعب والحكومة. سيداتي سادتي إلى فاصل مسمى وفيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. قال مسؤول محلي أن متشددين من جماعة بوكو حرام قتلوا 14 مدنيا في تشاد، وأصابوا 5 آخرين في قرية الليلية على مخيم للصيادين في الجزء الشمالي الشرقي من بحيرة تشاد. وتقاتل بوكو حرام على مدى 10 سنوات لإقامة خلافة إسلامية في شمال شرق نيجيريا، وشنت قرارات متواصلة عبر الحدود التي تفتقر إلى الحراسة داخل تشاد والنيجر والكاميرون. واستهدف الهجوم الأخير مخيما للصيادين بالغرب من قرية كايغا على بحيرة تشاد التي تعاني من وجود المتشددين منذ العام 2009. وفي مارس الماضي قتل متشدد بوكو حرام 23 جنديا تشاديا على الأقل في هجوم ليلي في واحد من أدمى الهجمات التي يشنها المتشددون داخل تشاد. اختتم المنتدى العالمي الأول للاجئين في جنيف أعماله مع تعهد المانحين بتقديم أكثر من 7 مليارات دولار بحسب تقديرات أولية أعلنتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتعهدت مجموعة البنك الدولي ب 4.7 مليار دولار للاجئين والمجتمعات المستضيفة ودعم القطاع الخاص وتوفير الفرص العمل فيها. كما تعهد بنك التنمية للبلدان الأمريكية بتقديم مليار دولار، في حين تعهدت مجموعة من الدول وجهات معنية أخرى بتقديم دعم مالي للاجئين ومضيفيهم بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار بحسب بيان للمفوضية. وتساعد هذه المنح بتلبية احتياجات التنمية والإدماج في البلدان التي تستضيف 25.9 مليون لاجئ حول العالم. أعلنت السلطات الأسترالية حالة الطوارئ ل7 أيام في ولاية نيو ساوث ويلز وعاصمتها سيدني بسبب ارتفاع قياسي في درجات الحرارة من شأنها تأجيج الحرائق الضخمة المستعرة منذ أسابيع. وعللت رئيسة حكومة هذه الولاية الشرقية القرار بالظروف المناخية الكارثية حسبما نقلت فرانس بريس. وذكر مكتب الأرصاد الجوي الأسترالي أن متوسط درجة الحرارة في جميع أنحاء البلاد
بلغ 40.9 درجة مئوية، ما تجاوز رقم القياس البالغ 40.3 درجة مئوية في 7 من يناير عام 2013. وأدت الحرائق إلى ظهور سحب من الدخان الخانق غطت سيدني أكبر مدن أستراليا. قادر صاروخ سويوز كوكب الأرض بنجاح انطلاقا من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية، وعلى متنه التلسكوب الفضائي كيوبس المعد لدراسة الكواكب الخارجية في محاولة لفهم تكوينها في إطار مساعي تحديد أشكال الحياة المحتملة خارج الأرض، وأيضا لكشف أسرار نشأة كوكبنا. وقد رصد حوالي 4000 كوكب خارجي منذ اكتشاف أول هذه الكواكب واسمها 51 بيغاسي قبل 24 عاما. ولا يهدف تلسكوب كيوبس إلى كشف كواكب جديدة، بل إلى تحليل تلك التي جرى التعرف إليها سابقا في محاولة لفهم تكوينها في إطار السعي المزمن لتحديد أشكال الحياة المحتملة خارج الأرض، وكذا لتحديد أسرار نشأة الكوكب. وصلنا إلى نقطة الختام، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، دمتم في أمان الله.